يا مساء الفل على كل مستمعينا النهارده مستمعين راديو في السكة. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هكون معاكم هاجر خالد في برنامج دورك جاي. يلا نبدأ مع بعض موضوع حلقتنا النهارده هتكون عن الهرمونات، هرمونات البنات. بالظبط زي ما فهمتونا، نكد البنات والستات. طبعا في خناقات كتير واتهامات كتير جدا بين الرجالة والستات علشان يحددوا مين فيهم اكتر نكد. طبعا كل واحد بيقول ان التاني هو اللي نكدي، وكل ده ظهر من خلال الهاشتاج اللي ظهر من فترة قريبة. والهاشتاج بتاعنا كان بيقول الست نكدية ولا الراجل، وجي كذا كومنت من الرجالة ان الستات هي اللي نكدية. قال خالد الغزالي كلمة نكدية تعود على الأنثى، فأكيد الست هي اللي نكدية، يا متعلمين يا بتوع المدارس. والله يا أستاذ خالد آخر الحلقة بقى هنعرف مين فينا اللي متعلم بالمعنى. ومحمد عباس بيقول لنا بالذمة ده سؤال، إذا ذكر النكد ذكرت الست بشكل تلقائي، يعني هواية وطبع في كل الستات. وشريف عثمان بيقول لنا ملهاش قاعدة، بس الأغلبية الستات لأنهم عاطفيين زيادة وبيركزوا في كل التفاصيل، واللي بيركز في التفاصيل بيتعب ويتنكد وينكد على اللي حواليه كمان. والله يا شريف ممكن أغلب كلامك صح برضو. هنشوف برضو كلامنا ونحلله في آخر الحلقة. وهنطلع لفاصل ونرجع لكم على طول ونسمع أغنية بطلة العالم في النكد لتامر حسني، ونرجع نكمل باقي مناقشتنا. هستنى آرائكم ومسجاتكم على صفحتنا على الفيسبوك راديو في السكة بالعربي، وهستنى ردكم على سؤالنا مين اللي نكدي، الراجل ولا الست. هنروح لفاصل ونرجع على طول. مشكلتها بطلة العالم في النكد ورجعنا لكم من تاني ونكمل موضوع حلقتنا عن النكد وهرمونات الستات، ونيجي للطرف النسائي. وطبعا كان ردهم ان الراجل هو السبب في النكد. وقالت آية النكد عامل زي الطبخ اللي مشهورين بيه الستات بس اللي شاطرين فيه الرجالة. وقالت موري الست مش نكدية، لكن انتم كرجالة عينيكم فارغة وبتضطرونا نكد عليكم عيشتكم. والله يا موري يعني عندك حق الصراحة، ممكن برضو وجهة نظر يعني. وقالت هبة سوقي هي نكدية بسبب الراجل. وقالت لنا سارة سمير وهو الراجل اللي بيعمل تصرفات تزعلها، وفي الآخر يقولوا إن هي اللي نكدية. أما بقى في طرف وسط بين الاتنين. وقال لنا أحمد أنا شايف إن الست لو اتعاملت مع الراجل على إنه طفل، والراجل اتعامل مع الست على إنها عبيطة، أعتقد إن كل مشاكلهم هتتحل. والله يا أحمد أنا مش عارفة أشكرك على نص كلامك ولا أقولك إيه الصراحة. عبيطة؟ ماشي يا سيدي، هنعامل حاضر الرجالة كأنهم أطفال. والله يا جماعة أنا شايفة إن كل حاجة وليها السبب، ولو الست برضو نكدية فأكيد السبب الراجل، ولو الراجل عمل حاجة ونفس الكلام يعني، برضو كل واحد بيتنكد بسبب حد. بس هنا في بوينت مهمة جدا، إن الست بطبعها حد حساس جدا، فمعلش يعني مش هنساوي إحساس الست بإحساس الراجل. وطبعا مش هنعدي الموضوع ونقفله على كده من غير حاجة علمية. هجيلكوا بقى في موضوع علمي ودراسة مهمة جدا. في دراسة علمية عملوها علماء أمريكيين عن سبب نكد الستات، يعني العيب مش في الستات المصرية، ده الموضوع عالمي جدا. والباحثين دول أثبتوا إن الدراسة اللي أجريت على 46 ألف سيدة إن إصابتهم بهذه الظواهر اللي هي النكد يعني بترجع إلى الدماغ، وإن الست أكثر نشاطا من الرجل. وتوصلت الدراسة إلى أن شدة تدفق الدم في العديد من مناطق الدماغ عند النساء أعلى من الرجال، خصوصا فيما يتعلق بأجزاء الدماغ المسؤولة عن العواطف والمزاج والتحكم في النفس. بمعنى يعني إن أكتر أماكن في الدماغ بيتدفق فيها الدم بتبقى عند الستات أكتر، وبالتالي بيكون الأماكن دي مسؤولة عن العواطف والمزاج والتحكم في النفس. فده يعني حاجة من عند ربنا مش مننا إحنا بس. ومش الستات نكدية، لا دي حاجة علمية يعني. ومش بس الستات المصرية، دي ستات العالم كلهم. وبرضو عادي يعني ممكن تكون البنت بتضحك وتهزر وبعدها تلاقيها بتعيط، عادي هرموناتها طلبت انها تعيط، يعني مش نكدية، هرموناتها طلبت انها تعيط، حساسة يعني. وبرضو يا رجالة ما تنكروش ان الحياة من غير نكد الستات وجنانهم مش هيبقى لها طعم. والله رغم ان في بعض الاوقات نكديين، الا ان مفيش اطيب منهم ولا في حنيتهم. يا رجالة استحملوهم يعني، ما هم رايقين برضو بيبقى مفيش احسن منهم ولا ايه؟ وبكده حلقتنا النهاردة خلصت. كنت معاكم هاجر خالد. استنوني كل يوم خميس الساعة 4 على راديو في السكة، وبعتولنا على صفحتنا على الفيسبوك راديو في السكة بالعربي. وحابين الحلقة الجاية تبقى عن ايه؟ وهسيبكم مع أغنية هي دي اختراع لتامر حسني والعسيلي.